لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. طلاب الصف الخامس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اليوم الدرس الخامس من الأبحاث للوحدة الثانية، وهو آفات اللسان، وهو من الدروس المهمة اللي يرتبط بحياتنا. فآفات اللسان كثيرة، وعلى الإنسان الحذر من آفات اللسان، لأنه قد يكون اللسان سببا لدخول الإنسان في النار وتضييع كل أعماله الصالحة، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. كذلك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا أشار النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الكثير من الأحاديث وردت عنه وعن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه حول آفات اللسان، فقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان، أي تقول الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه: كم من إنسان أهلكه لسانه، كذلك اللسان ميزان الإنسان. وقال عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن الإنسان مخبوء تحت لسانه. وكان أبو ذر، وهو من خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا مبتغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. يعني على الإنسان أن يحافظ على لسانه من الزلات ومن الآفات، كما يحافظ على نقوده وذهبه من الضياع، فإنه قد يكون ضياع أعمالنا الصالحة، وسبب دخولنا النار هو بسبب اللسان. وآفات اللسان كثيرة، سنأتي إلى ذكرها من خلال شرح الموضوع. فلدينا السؤال الأول: جاءت تعاليم الإسلام لتنظيم الحياة بأدق تفاصيلها، ومن تلك التعاليم التحذير من آفات اللسان. لماذا؟ شنو السبب؟ بأدق التفاصيل الدين الإسلامي يحذرنا من آفات اللسان. ليش؟ ما هو السبب؟ الجواب: لأن آفات اللسان هي أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران، لأن اللسان هو سبب يكون في هلاك الإنسان وفي خسرانه أعماله، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. السؤال الثاني: ما هي أو ما آفات اللسان؟ الجواب: آفات اللسان عديدة، ومنها: أولا فحش القول الباعث له إما قصد الإيذاء، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللوم. بعضهم متعود على إيذاء الناس، المقصود فحش القول، فهو متعود على إيذاء الناس بلسانه. البعض الآخر تعلم هذا الكلام من خلال مخالطة الفساق وأهل الخبث واللوم، اللي هو فحش القول. اثنين: اللغو الباطل الذي لا يتصل بفعل صحيح ولا يكون لقائله فيه فائدة، كأن يتكلم الرجل بما لا يعنيه من أمور الناس فيفشي أسرارهم ويهتك أسرارهم. إذن الفحش القول اللغو. اثنين:
فائدة. الصلة بين فحش القول واللغو أن كل منهما من آفات اللسان. 3 السب وهو الشتم وهو كلام قبيح. 4 الرفث، من معاني الرفث في اللغة اللغو من الكلام، أي إذا تكلم بالقول القبيح. 5 الغيبة، أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. 6 النميمة. 7 السعاية. 8 الكذب. 9 القذف. 10 الجدل. 11 الخصومة. هذه كلها تعتبر من آفات اللسان. نأتي إلى السؤال الثالث: ما تعريف النبي صلوات ربي وسلامه عليه للغيبة؟ الجواب: عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني إذا كانت فيه هذه الصفة المقصود بها. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فائدة: الغيبة لا تختص باللسان، فحيثما أفهمت غيرك ما يكره المغتاب ولو بالتعريض أو الفعل أو الإشارة أو الهمس أو اللمس أو الكتابة، يعني لا تكتفي باللسان أن تتكلم عن الإنسان بغيبته. مرات يمر إنسان وتعطي إشارة لصديقك بدون كلام، أنت تشير بالإساءة إليه أو الانتقاص منه، فهذا يعتبر غيبة بالهمز واللمز أو الكتابة. فائدة: غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد، لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف الميت. يعني ممكن إذا اغتبنا إنسان حي ممكن أن أطلب من عنده براءة الذمة أو أن يعفو عني، لكن الميت لا ممكن أن ألتقي به وأطلب منه العفو، فلذلك تكون غيبة الميت أشد من غيبة الإنسان الحي. السؤال الرابع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل، هنا خطأ إملائي، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تبع الله عورته يفضحه في أهل بيته. يعني على الإنسان أن يترك ما لا يعني ولا يتتبع عورات الناس، فالله سبحانه وتعالى إذا هذا الإنسان تتبع عورات الناس سيتتبع الله عوراته ويفضحه في بيته. في الحديث أعلاه تنبيه للناس. ما هو شنو التنبيه في الحديث اللي ذكرناه؟ الجواب: الحديث فيه تنبيه على إن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن لا يغتاب، وفيه الوعيد: يكشف الله عيوب الذين يتتبعون عورات المسلمين ومجازاتهم بسوء صنيعهم. السؤال الخامس: ما الأسباب الباعثة على الغيبة؟ الأسباب الباعثة على الغيبة ما يلي: أولا هو محاولة الانتصار للنفس والسعي في أن يشفي المغتاب الغيظ الذي في صدره على غيره، يعني يكره هذا الإنسان وفي قلبه غيظ على هذا الإنسان، فيحاول يشفي غليله من هذا الإنسان، فعند ذلك اغتابه أو يبهته أو ينقل عنه النميمة. 2 الحقد على الآخرين والبغض لهم، فيذكر مساوئ من يبغض ليشفي حقده ويبرز صدره بغيبة من يبغضه ويحقد عليه، وهذا ليس من صفات المؤمنين كاملي الإيمان. 3 إرادة رفعة الناس وخفض غيرها، كأن يقول فلان جاهل أو فهمه ضعيف أو سقيم، أو عبارة ركيكة تدرجا إلى لفت أنظار الناس إلى فضل نفسه، يعني يبين أنه نفسه صاحب فضل صاحب إمكانية ويحاول ينتقص من الناس، يعني بمعنى أنه في نفسه هو أفضل من الناس، وإظهار شرفه بسلالته عن تلك النقائص التي ذكرها في من اغتابه، وهذا من الإعجاب بالنفس، وهو من المهلكات التي بينها الرسول صلى الله عليه وآله. 4 موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء ومجاملتهم فيما هو عليه من الباطل ليكسب رضاهم
ولو كان ذلك بغضب الله عز وجل، وذلك من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله عز وجل. خامسا، إظهار التعجب من أصحاب المعاصي، كأن يقول الإنسان ما رأيت أعجب من فلان، كيف يخطئ وهو رجل عاقل كبير أو عالم أو غير ذلك، وكان الواجب عدم التعيين. 6، السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار لهم. 7، الظهور بمنظر الغضب لله على من يرتكب المنكر فيظهره غضبه ويذكر اسمه، مثلا أن يقول فلان لا يستحي من الله أن يفعل كذا وكذا ويقع في عرضه، هذه الغيبة تعتبر. الحسد، فيحسد المغتاب من يثني عليه الناس ويحبونه، فيحاول المغتاب الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة، فلا يجد طريقا إلى ذلك إلا بغيبته والوقوع في عرضه حتى يزيل نعمته ولو يقلل من شأنه عند من يثنون عليه، وهذا من أقبح الناس عقلا وأخبثهم نفسا. قيل للرسول الله صلى الله عليه وآله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم قلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. 9، إظهار الرحمة والتصنع بمواساة الآخرين، كأن يقول لغيره من الناس: مسكين فلان قد غمني أمره وما هو فيه من المعاصي. 10، التصنع واللعب والهزل والضحك، فيجلس المغتاب خبيث النفس فيذكر عيوب غيره مما يضحك به الناس فيضحك الناس، فعند ذلك يرتاح ويزيد من الكذب والغيبة على سبيل الهزل والنكت والإعجاب بنفسه. 11، أن ينسب إليه فعلا قبيحا فيتبرأ منه ويقول فلان الذي فعله، ومحاولة إلقاء اللوم والتقصير على غيره ليظهر بمظهر البريء من العيوب. 12، الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه أو تنقيصه عند عدد كبير من الكبراء أو الأصدقاء أو صديق الأصدقاء أو سلطان، فيسبقه إلى هذا الكبير ويغتابه ليسقط في عينه وتسقط عدالته في مروءته. طيب، ذكرنا أسباب الغيبة. ما علاج الغيبة؟ هسه واحد يريد يخلص من الغيبة، ما هو علاجها؟ اتباع النصائح الآتية: تذكر مساوئ الغيبة وأخطارها الجسيمة في دنيا الإنسان وأخراه، الاهتمام بتزكية النفس وتجميلها بالخلق الكريم وصونها من عيوب الناس ومساوئهم بدل من اغتيابهم واستنقاصهم، استبدال الغيبة بالأحاديث النافعة والممتعة والنوادر الشيقة والقصص الهادفة الطريفة، ترويض النفس على صوت اللسان. أيضا النقطة الخامسة: أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو متعرض لسخط الله تعالى ومقته. 6، عليه أن ينظر إلى السبب الذي يدفعه على الغيبة، فإن علاج العلة إنما يتم بقطع سببها، فإذا كان سبب الغضب فعليه أن يقول: إن أمضيت غضبي عليه فأنا أخشى الله أن أمضي غضبه عليه بسبب الغيبة، فإن الله قد نهى عنها فعصيته واستخففت بنهيه. السؤال السابع: ما طريق التوبة من الغيبة؟ طريق التوبة بالنسبة لمن اغتاب المسلمين هو أن يتحلله ويطلب منه العفو إذا أمن الفتنة. أما إذا كان هذا يسبب الشحناء ويسبب منكرا آخر أو فتنة، فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره فيها بسوء، ويرد عنه الغيبة بجهده وطاقته، فتكون تلك بتلك إن شاء الله مع مراعاة شروط التوبة. النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد والوقيعة بينهم، أصلها الهمس والحركة، حكمها محرم بإجماع المسلمين. السؤال الثامن: قال العلماء: كل من حملت إليه النميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه 6 أمور. ما هي؟
واحد أن لا يصدق لأن النمام فاسق. 2 أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 3 أن يبغضه في الله تعالى. 4 أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 5 أن يحمله ما حكي له أن يحمل ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. السؤال السابع: يعد النمام من آلم الناس وأخبثهم. لماذا؟ لاتصافه بالغيبة والغدر والنفاق. والجواب: لاتصافه بالغيبة والغدر والنفاق والإفساد بين الناس والتفريق بين الأحياء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. السؤال الثامن: كيف تعامل النمام؟ النمام هسه شلون نعامله لما كان النمام من أخطر المفسدين وأشدهم إساءة وشرا بالناس، فلزم الحذر منه والتوقي من كيده وإفساده، وذلك باتباع النصائح التالية. أولا: أن يكذب النمام لفسقه وعدم ثقته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 2 أن لا يظن بأخيه المؤمن سوءا بمجرد النم عليه، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. 3 أن لا تبعثه النميمة على التجسس والتحقق عن واقع النمام، لقوله: ولا تجسسوا. 4 أن لا ينم على النمام بحكاية نميمته فيكون نماما ومغتابا في آن واحد. روي عن الإمام علي عليه السلام أن رجلا أتاه برجل فقال: يا هذا، نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت نقيلك أقناك. قال: أقني يا أمير المؤمنين. السعاية. ما السعاية وما أكثر ضحاياها؟ السعاية هي أقسى صور النميمة وأعظمها ذنبا وجريرة وإثما، إذ تستهدف دمار المسعى به وهلاكه بالنم عليه. وأكثر ضحايا السعاية هم المرموقون من العظماء والأعلام المحسودون على أمجادهم وفضائلهم، مما يحفز حاسديهم على إدلالهم والنكاية بهم إرضاء لحسدهم وخبثهم. السؤال 10: الساعي من أخطر الناس جناية وشرا، وضح ذلك بحديث نبوي شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله وما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. الكذب. ما الكذب وما أعظمه؟ ادعم جوابك بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان سهوا. أعظم الكذب شهادة الزور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فإنها 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. 9. القذف. ما القذف؟ اكتب آية قرآنية وحديث نبوي عن مفهومك. الجواب يقال:
قذف الحجارة أي رمى بها، وقذف المحصنة رماها بالزنا والفاحشة يعني اتهام أعراض الناس. والتقاذف الترامي، وهو الأصل رمي شيء بقوة ثم استعمل في الرمي الزنا بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الجدال. السؤال 13: ما الجدال وما أنواعه؟ الجدال أو الجدل هو النقاش، القصد منه بيان الحق وهداية الخلق، وهو نوعان: الجدال المحمود الممدوح، كل جدال أيد الحق أو أوصل إليه بنية صالحة خالصة وطريق صحيح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السؤال 14: ما المقصود بالمجادلة التي هي أحسن؟ هي التي تكون عن علم وبصيرة وبحسن الخلق وبلطف ورفق ولين وحسن خطاب ودعوة إلى الحق، إلى حق ورد الباطل، وأن لا تكون القصد منها مجرد المغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. لدينا أخذنا الجدل الممدوح. عندنا النوع الثاني الجدل المذموم، وهو كل جدال أيد الباطل أو أوصل إليه أو كان بغير علم وبصيرة، وهذا النوع من أعظم آفات اللسان. السؤال 15: ما الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل وما علاجه؟ الجواب: الغرور والكبرياء والخيلاء. 2: إظهار العلم والفضل. 3: الاعتداء على الغير بإظهار نقصه وقصد أذاه. علاجه بالتوبة إلى الله وكسر التكبر الباعث على إظهار فضله، والعدوان الباعث على احتقار غيره وتنقصه. طيب، نأتي إلى سؤال 15 اللي هو الأخير: الخصومة والنزاع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ما الألد وما الخصم؟ الألد هو شديد اللد كثير الخصومة. الخصم الذي يخصم أقرانه ويحاججهم بالباطل ولا يقبل الحق. فائدة: الجدل والخصومة بالباطل من آفات اللسان التي تسبب الفرقة والتقاطع والتدابر بين المسلمين، لذلك حذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ووعد من تجنبها بالأجر العظيم والقرب منه يوم القيامة. أتممنا شرح الموضوع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دعوانا لكل أبنائنا وطلابنا وطالباتنا الأعزاء بالتوفيق والنجاح الدائم في حياتهم ومسيرتهم العلمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.